السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. عملنا جولة على محور الفريق كمال عامر واللي تم تشغيله تجريبيا. والمحور ده طبعا محور مهم جدا لأنه بيربط دائري المنيب بدائري الوراق، بس المرة دي بيربطه بشكل عرضي. يمكن ده أول محور بيربط المنطقة ديت، الدائري الجنوبي الدائري الشمالي. وكمان بيختصر كل المسافات لأنه بيعدي على كل المحاور العرضية اللي موجودة في الجيزة أو القاهرة الكبرى، زي محور 26 يوليو بيتقاطع معاه، محور 26 يوليو الجديد والقديم بيتقاطع معاه. بيتقاطع أيضا، بيعدي على محور عرابي، بيعدي على شارع الهرم، وعلى محور صفة اللبن، وعلى شارع جامعة الدول العربية، وعلى شارع فيصل، وكمان مستشفى الصدر، وشارع السلاسيني، وشارع خاتم المرسلين، ومطار امبابة. بيعدي على مناطق كتيرة جدا، زي بالظبط المحور اللي جاي علينا ده اللي هو فوق ده محور 26 يوليو الجديد اللي بيتم تنفيذه في منطقة بشتيل عند محطة قطارات الصعيد. فالمحور ده مهم جدا، بيتقاطع مع كل المحاور العرضية اللي موجودة في الجيزة. وكمان حاجة مهمة جدا جدا ان المحور ده هيستكمل وهيتم اضافته، اضافة جزء ليه من الدائري لمحور تحيا مصر او محور الضبعة، عشان يبقى محقق الطفرة المرية اللي بيستهدفها. لانه هيربط محور كده، هو تم تنفيذ 12 كيلو متر من دائري المنيب لدائري الوراق، ومن دائري الوراق لمحور تحيا مصر هيتم تنفيذ وصلة 3 كيلو متر تقريبا. ودي بيتم ربطها مع الدائري عشان يبقى فيه التحام مباشر من محور تحيا مصر لدائري المنيب. وده فعلا هتبقى يعني اختصار رهيب للطريق. الحقيقة احنا ركبنا من منطقة بشتيل، من نزلة بشتير لحد العمرانية، خدنا الطريق ده حوالي 8 دقايق بالظبط. فدي انجاز كبير جدا اللي تم اضافته لمحافظه الجيزه. في محافظه الجيزه ان يبقى في محور مروري هام بالطريقه ديت. كل المحاور زي ما انتم شايفين كده واحنا معديين، كل المحاور فيها طلعات ونزلات مع الربط مع المحور. المحور ده بيعدي على مناطق زي صفة اللبن، بيعدي على ارض اللواء. اتعمل له منازل في كل من والى جامعه الدول العربيه، وتعمل له منازل مع ارض اللواء ايضا، وتعمل له منزل ومطلع برضه للربط مع محطة قطارات بشتيل اللي عدينا عليها من شوية. وتعمل له منزل ومطلع مع ترعة الزمر، شارع ترعة الزمر بالعمرانية. وكمان احنا عارفين ان بيتم تشغيل المحور تجريبيا، فلسه ما اكتملش بشكل نهائي. ففي مطالع ومنازل بيتم تنفيذها حاليا، زي بيتعمل مطلع ومنزل من والى ناهية. زي ما قلت لكم المحور ده هيروح لحد محور الضبع يتقاطع معاه، فبيتعمل له طلعة ونازلة لمنطقة ناهية. وبيتعمل له ايضا مطلع ومنزل لجامعة القاهرة. احنا عارفين ان هناك في جامعة القاهرة بيتم تنفيذ المترو الجديد، عشان اللي هو الخط الثالث هيتقاطع مع الخط الثاني في جامعة القاهرة. فالطريق ده برضو ماشي جنب شريط المترو، فهيبقى هيتقابل معاه عند جامعة القاهرة في محطة جامعة القاهرة. فبرضو لو حد حابب هينزل يركب العربية ويركب المترو. يعني المهم ان فيه تفاصيل كتيرة اضافت للمحور ده بالذات، انه يبقى محور عرضي، فيبقى قاطع كل المحاور العرضية، المحاور الطولية اللي موجودة في الجيزة. كمان بيتعمل له مطلع ومنزل من وإلى المنيب. طبعا المحور ده اتنفذ بشركات مصرية، واستخدم فيه حوالي 250 ألف طن حديد تسليح. يمكن دي معلومات حبيت أقولها لكم برضو عشان تعرفوا حجم المجهود اللي اتعمل، أو حجم المحور التنفيذ اللي اتعمل إيه. اتعمل 250 ألف طن، استخدموا 250 ألف طن حديد، واستخدموا 20 ألف طن باكيات معدنية، و600 ألف متر خرسانة. وتم تنفيذ مليون متر مسطح أعمال أسفلتية. كمان المحور شهد إحلال وتجديد ل 15 كيلو شبكات المرافق اللي تقاطع معها. طبعا اتحولت بعض المرافق وتحدثت بعض الأجزاء. وكمان اتعمل طريق خدمة تحت أسفل المحور ده، في طريق خدمة من 2 ل3 حارة مرورية عشان يخدم المنطقة اللي تحت. وكمان اتعمل له ايضا
في مناطق كده هتلاقيها بدورين عشان المناطق الضيقة. وشريط المترو اللي ماشي على شمالنا ده الخط التالت للمترو، ده هيبقى برضو إضافة كبيرة للمنطقة في الجيزة. يمكن الطابقين اللي انتوا شايفينهم دول بيفكرونا شوية بمحور صفة اللبن، لأنه ماشي على دورين وفي جزء برضو مساحته كاملة. هنا المحور ده عرضه 33 متر. الاتجاه الواحد 4 حارات. ممكن تلاقوا في مناطق أجزاء قليلة قوي اللي هتلاقوا فيها 3 حارات، لكن كله تقريبا 4 حارات. وأيضا الطول بتاعه حاليا 12 كيلومتر، لكن بعد استكمال الجزء اللي هيربط مع الضبعة، مع محور الضبعة، هيبقى 15 كيلومتر. الطريق ده معلهوش كارتة، عشان برضو الناس اللي حابة تسأل. كمان الناس اللي جايه على المحور او اللي لسه اول مره تستخدم على المحور، خليك عارف ان المحور ده هيبقى لا يعني في ناس سالتنا قالت لي عايزين نعرف الطلعات والنزلات. المحور ده ليه طلعات ونزلات مع كل الشوارع الرئيسيه. يعني مع فيصل هتلاقي عامل طلعه ونزله، مع الهرم هتلاقي عامل طلعه ونزله، الثلاثيني طلعت الزمر، كل المحاور الطوليه اللي في الجيزه، المحور ده معمول له طلعات ونزلات معاه. طبعا المحور فيه طلعات ونزلات لسه هتضاف له، ولكن خليك متأكد ان فيه طلعات ونزلات مع الشوارع والطرق الرئيسية. انت كده داخل، احنا كده داخلين هنعدي على فيصل، هتلاقي فيه طلعات ونزلات على شارع فيصل، وبعديها هتلاقي فيه طلعات ونزلات على شارع الهرم، هتخش نصر الدين وبعدين تلف تبقى في شارع الهرم. فهنا معمول كل الطلعات والنزلات. فاللي داخل الجيزة ده يعتبر مدخل جديد للجيزة بالمناسبة. يعني عندك ده مدخل للجيزة من الماروطية، في عندك مدخل من صفة اللبن، في عندك مدخل من محور عرابي ومحور 26 يوليو، في مدخل الجيزة. بقى في محور كمال عامر برضو، ده متقاطع مع كل المحاور اللي قلنا عليها. المحور ده طبعا كان الأول اسمه الملك سلمان، بعد كده اتغير اسمه بقى محور طلعت الزمر، وبعد كده اتغير اسمه بقى محور الفريق كمال عامر. الأسباب إيه؟ الأسباب دي متعلقة الأول، موضوع التسمية الملك سلمان دي متعلقة بالتمويل. كان الأول كان هيبقى تمويله من السعودية، وبعد كده حصل شوية تفاصيل كده فالتمويل مكملش، فبعدين تم تغيير اسمه لترعة الزمر. بعد كده بوفاة الفريق كمال عامر تم تسميته بمحور الفريق كمال عامر. احنا كده داخلين على العمرانية. ان شاء الله هنعمل لكم برضو جولة في من اتجاه المنيب ان شاء الله، وهنستكمل معاكم الطلعات والنزلات اللي هيتم تنفيذها في الفترة اللي جاية. في النهاية بشكر حضراتكم، ولو في اي استفسار تقولوا لي في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة.